السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد على قناة نوفا تشانل. النهاردة بقى جايبالكم أكلة سريعة وسهلة جدا بس طعمها خطير. هنعمل النهاردة نص فرخة، وهنعمل سمبوسك، وهعمل رز بس مش بسمتي، رز عادي بس هعمله بطريقة مختلفة. تمام. أول حاجة بقى انا هعمل قطعت بصلايه صغيره فرمتها، وهحمرها في حته سمنه صغيره وشويه زيت لحد ما تحمر البصلايه. هحط الرز على طول، وطبعا انا حاطه على العين التانية اللي هسلق فيها الفرخه، نص فرخه، انا عامله نص فرخه. الفيديو بسيط جدا ومش هياخد وقت، فخليكم معايا للاخر عشان تشوفوا النتيجه، هتعجبكم جدا جدا. تمام يا حبايبي، انا هختصر عليكم طبعا حاجات كتير انا كنت بعملها، بس هختصر وهوريكم عشان ما تتضايقوش يعني نتيجة الاكلة اللي انا عملتها، وان شاء الله هتعجبكم. طبعا وانا اثناء بعمل الرز انا عيني برضو على الشوربة، هي مولعة على العين اللي جنبي. تمام. قلبنا بقى البصلة حلوة قوي، هنحط الرز وبعد كده التوابل. شوفوا بقى انا التوابل بحط ايه. حطيت الرز قلبته كويس قوي، طبعا بنقلبه شوية وبعد كده بنحط المية عادي. انتوا عارفين الرز بتاعنا عادي، كوبايتين رز يبقى 3 كوبايات مية. هنضيف بقى التوابل اللي حطيت مرقة، وحطيت ملح وسنة فلفل اسود وبهارات فراخ وكركم عشان عايزاه لونه اصفر، وهقلبه كويس قوي وهضيف المية وهوطي عليه لحد ما يستوي. اهو قلبناه كويس عشان كل التوابل تدخل فيه، كله يبقى متجانس مع بعض. بس وهنا يا حبايبي اختصرت بقى، انا حطيت السمبوسك في الفرن، وادي نص الفرخة والرز بص طالع جميل مفلفل، والسمبوسك حلوة، بس انا بتعجبني السمبوسك مقلية في الزيت مش في الفرن. هتشوفوا الفيديو اللي بعده ان شاء الله. انا هقلي السمبوسك في الزيت احسن. ايه رأيكم يا حبايبي؟ سفرة جميلة بسيطة سهلة عملتها في نص ساعة. ألف هنا وشفا للي كل معانا. أشوفكم على خير يا حبايب قلبي مع فيديو جديد وأكلة جديدة. طبعا بعد ما اتغدينا قلت بقى ايه، احط المواعين كلها في غسالة الاطباق. هنا كنت بحط المسحوق، ظبطت الغسالة الاطباق بقى، رصيت فيها انا المواعين مع نفسي. كنت عندي كام حلة كده، كوبايات واطباق المهم كومت يعني شوية كده حلوين عشان اشغلها. وهنا كانت خلصت خلاص. بس بوريكم بقى بعد ما الغسالة وقفت بعد حوالي برنامج ساعتين. اي حتى ده هنا لسه ما شغلتهاش، هنا لسه هتشتغل. طبعا انا بنضف الحلل والاطباق كويس قوي قبل ما احطها في الغسالة يا جماعة، مش بتحطوها بالفضلات الاكل. هنا البرنامج على 3 ساعات. هنا شايفين الحوض نضيف، البلاستيكات والحاجات دي ما بحطهاش طبعا في الغسالة ولا الكبة ولا الخلاط، كله غسله على ايدي، والدنيا فل قشطة شمعة منورة، والغسالة وقفت وخلاص.
هبتدي بقى اشيل الاطباق والحاجة احطها ايه، كل حاجة في مكانها. بوريكم الكوباية بص بتلمع ازاي وجميلة. على فكرة يا جماعة غسالة الاطباق دي، يعني اللي ما عندوش غسالة اطباق يعني بجد فاتته الموضوع ده. يعني انا بنصح الجميع يجيب الغسالة، جميلة وبتساعد، وخاصة في يكون تعبانة مش قادرة تغسلي، عندك عزومة. بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. بس يا حبايبي، وهنا خلاص كنت خلصت الروتين بتاع النهاردة، واشوفكم على خير وسلام.